اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم بقى فيديو ان شاء الله هنعمل فيه الفلفل الاسود اللي بجد هيبقى ريحته بجد هايله جدا، وبجد هيبقى معاكي تحفه. تعالوا نشوفوا هنطحن الفلفل الاسود ازاي وهنعمله ازاي. اول حاجه كده انا جبت كده اي طاسه كده عندك، حطيها على النار وحط كده بقى فيها الفلفل الاسود. بحط كده، انا بصراحه مش بحب احط كميه كتيره من الفلفل واطحنها، لا، انا بحب كده اعمل شويه بشويه علشان ما يضيعليش الريحه بتاعه الفلفل الاسود لما باجي اركنه، او يضيع لي كده ريحه الفلفل الاسود. وبجد بجد لو عملتي الكميه على بعضيها مش هتبقى افضل حاجه. انا طبعا عملت الكميه اللي انتوا شايفينها دي، بتخلص اعمل كميه تانية غيرها. طبعا انا جبت كده طاسه على النار، احط بقى فيها الفلفل الاسود واسيبه كده واسيبه كده طبعا يعمل كده زي ما بديله تشويحه كده زي ما انتوا شايفين اهوت. بسيبه بقى كده يتحمص كده براحته علشان يديكي طعم وريحه ولا اروع. بجد ريحة هايلة جدا وبجد تحفة. نصيحة مني ما تعمليش كمية كتيرة علشان بجد بيبقى ريحته بتروح، كل ما بيقعد ريحته بتروح. لا، انت اعملي كمية قليلة، يعني انت اعملي شوية بشوية. شوفوا الكمية دي هتقضيكي قد ايه. هنعملي كمية تقضيكي مثلا، قولي مثلا في حدود مثلا شهر او اسبوعين. اعملي كمية كده قليلة مش كمية كبيرة. بحمصه كده على نار هادية، اسيبه طبعا يتحمص كده على نار هادية، وبعدين هنوريكم هنعمل فيه ايه تاني. طبعا انا موطيه النار، بحمصه كده على نار هاديه جدا عشان يتحمص معايا بطريقه حلوه. يا قلبي زي ما انتوا شايفين كده، طبعا انا هطحنه في الكبه بتاعه الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا سبته يهدى بس حاجات بسيطه وبعدين بطحنه، عايزاه يهدى خالص وتطحنيه دي حاجه ترجع لك. انا بصراحه انا طحنته على طول. اجيب كده الكبه بتاعه الخلاط، الكبه الخلاط العاديه خالص اللي بنطحن فيها التوابل. اطحن بقى كده الفلفل الاسود، اعبي كده زي ما انتوا شايفين علشان اطحن فيه الفلفل الاسود. طبعا انا طحنته، ودي بعد ما طحنته شوفوا بجد هيديك ريحة حلوة. وبجد تحميصة الفلفل دي بجد بتديك اي توابل تحمصيها هتديك ريحة هايلة، وريحتها بتكون جميلة جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. انزل بقى طبعا كل الكمية كده، بطحنها كويس جدا. بجد ريحته كانت هايلة جدا وان شاء الله هيكون امر. نصيحة بس مني ما تطحنيش كمية كبيرة، اطحني كمية على قدك، مثلا هتقضيكي اسبوعين تقضيكي شهر، على قد الكمية اللي هتقضيكي. وبقى ان عجبك الفيديو بالله عليكي ما تنساش تدوسي لايك، ما تنسيش تدوسي لايك وتشترك في القناة بالله عليكي. يا قلبي شوفي طحنته، وبعد ما طحنته بقى بيديني النتيجة دي. بجد حاجة كده روعة جدا وحاجة كده تحفة. يا قلبي زي ما انت شايفة كده. طبعا مفيش اسهل من كده. ان شاء الله باذن الله هعمل برضو معاكم توابل تانية وهنطحنها مع بعض. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوس لايك. باي باي.